في ناس عم تبدي انزعاجها الحقيقة على بعض الفيديوهات اللي أظهرت ناس عم يضربوا شبيحة، ماسكين شبيحة وبيضربوهم وبيعتدوا بيسبوهم بيشتموهم كذا. في ناس عم تعلق تعليقات سلبية إنه ليش هيك عم تعملوا كذا وما بيصير وحرام عليكم. بتعرفوا الشبيحة هدول اللي ماسكينهم شو عاملين؟ هلا التشبيح في له درجات. من الدرجات يعني اللي تعتبر عالية يعني بالتشبيح هن ناس عملوا تقارير بالناس اللي كانوا مو راضيانين عنهم، من جيران، من أقارب، من معارف، من علاقات أيا كانت، وتسببوا باعتقال هالناس هدول. وبالتالي تعرفوا ايش يعني معتقل؟ يعني بسوريا يعني تعذيب حتى الموت إذا لم يكن إعدام فوري. يعني وقت يمسكوا مختار حارة مسلم 40 أو 50 بني آدم، شاب وكبير وصغير ومنهم نساء حتى، تسليمهم للمخابرات، ومما أدى إلى استشهادهم يعني تحت التعذيب، غير إذا كان ما كان في اعتداءات جنسية وغيرها. ولا محامي مسلم عشرات الناس أيضا لزبانية النظام، ولا غيره وغيراته، الأمثلة كثيرة. ولا ضابط معروف عنه وفيديوهات مسجلة وغيره كيف عم يقتل الناس بكل برودة أعصاب. يعني كيف بدكم تبدوا انزعاجكم انتم يا ناس؟ يعني لا واثق انه لا يمكن يكون غير شبيح هذا اللي عم يبدا انزعاجه، يعني لانه في شعور عام هلا بالامان، يعني في شعور عام بالامان بسوريا نوعا ما، انه مين ما حكى، مين ما تظاهر، مين ما طلع على فيسبوك او على اي شبكه تواصل تانية، انه ما حدا بيحكي معه، معلش بيحكي وبيعلق وبينتقد وكذا. شيء جميل الانتقاد، يعني النقد البناء شيء جميل، ولكن محاولة تشويه النظام الجديد بسوريا، وانه هدول جايين جماعة ليعتقلوا، جايين جماعة ما بدهم يحولوا سوريا لأفغانستان. روحوا شوفوا كيف صارت أفغانستان، يعني اللي عم يتعلقوا الناس بيقولوا مثل الصومال، الناس بيقولوا مثل أفغانستان. روحوا شوفوا كيف صارت أفغانستان، روحوا شوفوا التعليم كيف صار بأفغانستان، الصناعة الثقيلة، السدود اللي عم تنبنى، الزراعة، توفية الديون، وفت ديونها أفغانستان. جايين عم تقولوا ما تصير سوريا. مزعوجين بعض الناس من انه عم يطلعوا ناس عم يدعوا للدين وللإسلام. ليش هذا الأمر موجود بكل مكان بالعالم. أنا بفرنسا كم مرة وقفوني ناس بالشارع يعرضوا علي الانضمام للكنيسة المرمونية ولا لشهود يهوه. بيجوا على البيت بدقوا، بيجوا دائما شخصين سوا على باب البيت بدقوا، بدهم يعرفونا على بكل لطف وكلام، بدهم يعرفوك على دينهم وعلى انتمائهم، وانه تعال انضم لنا وتعال كذا. ندخل بنقاشات، واقفين على الباب نص ساعة وثلاث ارباع ساعة وساعة ونحن نتناقش مع الناس هدول. مزعوجين انه عم يدعوا الناس للاسلام، ولا مثل ما بيقول رب العالمين بالقرآن: اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ما بدكم الناس تتطهر؟ يعني حدا اجبركم على شيء؟ حدا قال انه الحجاب الزامي على كل النساء والبنات؟ حدا قال لكم لازم كلياتكم تربوا لحية، لازم تروحوا تصلوا الفجر بالجامع؟ حدا قال لكم في هيك شيء؟ ما سمعت انا هيك شيء. بس اذا واحد بده يدعي الناس باي طريقه كانت، يعني يدعي، شو المشكله؟ اللي بده يسمع يسمع، ما بده يسمع ما يسمع، يعني هذا امر مفروغ منه. ولكن اللي كان شبيح وما تاب لسه ينتبه على حاله، لانه الحساب قادم. يعني لا تفكروا انه مضى شهر او شهرين ولسه ما اجى حدا دق بابكم معناتها انتم خلص نفتوا. لا لا لا، المحاسبة قادمة. ليش؟ لأنه العدل أساس الملك. إذا ما صار محاسبة ومحاكمة وعقاب، كيف بدها تستقيم الأمور؟ كيف بده يصير استقرار؟ بس لسه يعني الأمور جاي بشكل تدريجي، يعني بشكل تدريجي، بس جايكم الدور، فاستمروا.